بالأستاذ عمار. عمار أصل إن هو بجانب طبعا إن هو هيعزف مع المطرب اللي مش هقول له اسمه هنخليه لسه مفاجأة في منتصف الحفلة، فبجانب كده هو أصر إن هو يعمل الدعم الموسيقي للشعراء الذين هم أفضل من هشام الجح اللي هيطلعوا على هذا المسرح. مكملين الفكرة، لا احنا مش هنقول شعر، الفكرة إني أنا أيام ما كنت في سن حضراتكم كده من 40 سنة مثلا كان أمنية حياتي إني ألقى شاعر معروف ليه اسم ياخد إيدي ويطلعني على المسرح وكنت حاسس إني شاعر حلو وعايز أطلع أقول للناس والناس تسمع كده. وكان أياميها ما كانش فيه وفضلنا يعني ويمكن كان أياميها في منع سياسي بشكل ما، يعني الله أعلم، لكن ما لقيناش حد ياخد ايدينا ويطلعنا على هذا المسرح. انا مش عايز اموت ويتقال عليا ان طب ما هشام اللي ما كانش لاقي حد يطلع يقول شعر لما بيجي معروف هو كمان ما خدش بايد حد علشان يطلع يقول شعر. انا بعمل وانتوا بتعملوا اللي ما اتعملش معانا. في شعراء في اقاليم مصر وفي العاصمه طبعا عشان ما ابقاش بأفرق شعراء مصر، لكن في شعراء 18 سنه 24 سنه 25 سنه شعراء يفرقوا، وهتفاجئوا بان في شعراء 10 سنين و12 سنه عندهم ملكه الشعر ويعرفوا يقولوا شعر. بس انا ما ينفعش انا اللي اقيم الناس دي، انا اللي اقول ده حلو او ده حلو، يعني حلو او ده. فانتم دوركم انكم زي ما عملتوا هشام وزي ما هشام بدأ بايديكم وزي ما انتم كنتوا داعمين لهشام الشاعر، انتم كمان هتدعموا كل الشعراء الذين هم أقوى وأفضل وأشعر من هشام الجح في هذا. نبدأ بصديقي عنده 21 سنة وطالب في كلية الأسنان، وسوهاجي الأصل وفي هنا في القاهرة، وأنا تعرفت عليه من خلال النت. اسمحوا لي أقدم لكم صديقي الشاعر محمد كمال البارودي. اكيد مفيش كلام غير ان انا فخور ان اكون وسط مبدعين زي عمار، وطبعا هشام الجح، محمد سعد، علي البلباوي.
يعني اتمنى ان اكون خفيف عليكم وان انا ما خيبش املكم بقى. هنبدا بسم الله الرحمن الرحيم. هنقول سي الاسم ابدا ما كان المشكله ولا سؤال من الاسئله، من غيره دي الدنيا ماشيه وانا زي حلقه في سلسله. السن العمر عايشه والسلام، افرح في يوم احزن في يوم، يعدي يوم من بعد يوم ولا مره عدت في الايام. العنوان بحلم القى ليا مكان، وفي مره يبقى لي عنوان. نفسي في ظل، نفسي في خير، نفسي في يوم القى الامان. امانه لو حد اتسال يبقى يقول لي على عنوان. المهارات بعرف اخبي الحزن في كمي، ابدع من احسن سحر، وارسم رسم وامسح همي، وفي قلبي الدمعه بتعافى. واعرف اكبر واعرف اصغر، واعرف اطول واعرف اقصر، واعرف البس مليون وش، واعرف اكبر واعرف اغش، واعرف اعمل مليون حاجه واقول في الاخر معلش. واقدر اكون عاقل جدا وفي ثانيه قلب مجنون. ممكن اتشائم جدا واتفائل برضه مجنون. واقدر الف في ثانيه الكون واتلون يجي 100 لون. واقدر اكون تعرف حاجه، انا من الاخر كده ولا حاجه، ولا بتجنن ولا اتلون ولا بعرف حتى البس وش ولا اكذب ولا حتى اغش. تعرف حاجه، انا فاشل اصلا في الكلام، حتى لو هكذب على حاجه. اصلا لو فيك كنت انا شاطر ولا كان عمري هيبقى ده حاجه. البيع قلب ومعاه ذكريات وابتسامة وشوية حاجات، متلوقين بالفرحة ساعة ومعجونين بالآه ساعات. قلب نفس وياما شاف ولا عمره يوم في حياته خاف، لكن لما حب مرة شاف حقيقي الدنيا مرة، علمته ازاي يخاف ويخبي خوفه في السكات، ويخبي أي فرحة عاشها بحكايات، ويعيش حياته كأنه مات. وعشان كده قررت أبيعه من سكات، والشاري هو اللي عليه التأكيدات. للبيع فورا وبدون تأخير وبتمن ماهوش كبير، كلمتين في كام رسالة بيوصفوا في الحب حالة فجأة اتقلبت محالة، واللي كان في يوم أكيد تاني يوم بقى استحالة. وكم قصيدة في الأداء ينفعوا يبقوا مثل، اللي حب لكن ما قالش، واللي قال لكن ما طلش، وبرغم ده شايف أمل وإيه العمل. أصل الهوى هو الوحيد في الدنيا دي اللي ملوش أبدا دواء. البيع ورقة وقلم وألف فكرة، ومعاهم امبارح وبكرة وضحكة شاردة وشوية من حلم النهاردة، وعمر راح وعمر جاي، وقلب خايف من اللي جاي، وعين وضي، وحاجات كتير بالبعترة متلونة ومتغيرة تاهت لكن قبل الأوان، مع إنها كانت زمان مظلومة جوه عقد واحد، والاسم كان إنسان. للي بيقولوا إن مصر ما فيهاش شعراء يجوا يشوفوا.